ورجعنا لكم من جديد بفيلم اكشن دراما جديد. يلا بينا. بيبدأ الفيلم مع بنت صغيرة اسمها ايف وهي في المستشفى، وكانت متلطخة بالدم وماسكة في ايديها لعبة الباليه اللي ابوها اداها، وبتفتكر زمان لما كانت مع ابوها خفير وكانوا بيرقصوا على الشاطئ ومبسوطين جدا وعايشين في سلام، لحد ما في يوم بيخرج رجالة مسلحة من الشاطئ وبيقتلوا رجالة خفير اللي بيحرسوا البيت، وخفير بيحس بيهم وبياخد حذر وبيهجم على اول شخص وبيخش معاه في قتال عنيف، وبيطلع قنبلة دخان وبيجبر الراجل المسلح ان يشمها بالكامل، وبيعرف ان في رجالة تانية جايين، فبيروح لأوضة ايف وبياخدها وبيحطها في أوضة سرية عشان تبقى في امان، وبيخرج وبينقض على الرجالة المسلحة وبيقتلهم بكل مهارة وخفة، وبياخد أسلحتهم منهم وبيقتلهم، وحتى لو اتقتل معاهم بالإيد فكان قادر يعجزهم ويضربهم ضربات خطيرة، وإيف بتتفرج على أبوها وهو بيقطعهم، لكن في النهاية هم قدروا يتفوقوا عليه لأن عددهم كان كبير، وبيخش عليهم الزعيم بتاعهم اللي اسمه المستشار وبيقول لخفير احنا فتحنا لك قلوبنا وسمحنا لك تتجوز واحدة من العشيرة بتاعتنا، وفي الآخر أخدت حاجة ما كانتش من حقك وكمان مراتك ماتت بسببك، هل كنت مفكر ان احنا هنسيبك في حالك؟ قول لنا حالا على مكان ايف. بس خفير بيرفض يقول له، فالمستشار بيحط رصاصة واحدة في المسدس وبيقول له انت قدامك اختيارين مالهمش تالت، يا اما تقتل نفسك وبنتك تعيش يا اما تقتلني وانت وبنتك هتموتوا، وخفير بياخد منه المسدس وكأنه ناوي يقتل نفسه، لكن ايف بتنادي عليه وبتوقفه، فبتدور معركة تانية ما بين خفير ورجالة المستشار لانهم عرفوا مكان ايف، وخفير بيحاول يمنعهم من الوصول ليها وبيبقى خلاص هيموت، لكن ايف بتخرج وبتقتل الجندي اللي كان هيقتل ابوها، وبتلاحظ شعار اكس على ايد الراجل اللي قتلته، وخفير بيهدي بنته وبياخدها علشان يهربوا، وبيفعل قنبلة في البيت وبيتجهوا للخروج، لكنه بياخد رصاصة في بطنه ومع ذلك بيقاوم وبيكمل علشان بنته، والقنبلة بتنفجر في البيت، بس المستشار كان لسه عايش، وخفير بيتأسف لبنته بيقول لها انا ما كنتش عايز كل ده يحصل، وبعدها بيموت قدام بنته. وفي الوقت الحالي ايف كانت في المستشفى وبيجي لها شخص اسمه وينتسون وبيعزيها على وفاة ابوها، وبيقول لها ابوكي كان راجل كويس وكان واحد من رجالتنا وكان عايزك تعيشي حياة كويسة على عكس الحياة اللي هو كان عايشها، وانا بعرض عليك انك تنضم للعشيرة بتاعت ابوكي وهم هياخدوا بالهم منك وهيربوكي، وبتمنى انك في يوم من الايام تعتبريهم عيلتك، وهي بتوافق على كلامه وبتمشي معاه، ووينتسون بيوديها لمنظمة اجرامية اسمها روكسا روما وبيخليها تقابل المديرة، وهي بتقول لها انا عارفة اللي حصل لك واكيد جواكي الم كبير وانا هساعدك وهخليك تفرغي الالم اللي عندك، بس ركزي دلوقتي على مستقبلك. وبعدها ايف بتقابل مدربة اسمها نوجي وبتشكر وينتسون علشان بيديها فرصة جديدة للحياة، ووينتسون بيقول لها انا دايما هساعدك وبيديها عملة المنظمة بتاعتهم وبيسيبها وبيمشي، ونوجي بتتكلم مع ايف وبتقول لها احنا كنا مسميين ابوكي كيكيمورا، وكيكيمورا دي بنقولها للاشخاص اللي جوه قلوبهم ظلام وعندهم روح انتقامية زي جون ويك بالظبط، بس بالنسبة للاشخاص البريئة اللي زيك كيكيمورا بنقولها للقتلة اللي بيحموا الناس، زي العملة دي اللي ليها وجهين، وجه للانتقام ووجه للانقاذ، وانت اللي بتختاري عايزة تكوني انهي وجه فيهم، وكل واحد فينا بيشبه القرارات اللي بياخدها. وعلى مدار 12 سنة ايف كانت بتتعلم رقص الباليه من المديرة لان ايف كانت بتحب الباليه، وبتفضل تتدرب لحد ما رجلها بتنزف، والمديرة بتقول لها درس النهارده انتهى وعالج الجروح اللي عندك ونادي على زميلتك تاتيانا علشان الدور عليها، وايف بترجع للأوضة بتاعتها وبنشوف ان في طلاب كتير معاها بيتدربوا على الباليه، وبتقول لتاتيانا ان الدور عليكي، وبنشوف رجل ايف المصابة من تمارين الباليه، وبالرغم ان المكان مليان طلاب كتير بس ايف مش بتعرف تكون صداقة غير مع تاتيانا، وبعدها ايف بتنضم لدروس الفنون القتالية وبتتدرب كمان على ضرب النار، ونوجي كانت هي اللي بتدربهم، وحياة ايف كانت بالشكل ده يوميا تتدرب على الباليه والفنون القتالية وضرب النار. ونوجي بتقول لهم علشان تكونوا كيكيمورا لازم تكونوا قتلة محترفين وتعرفوا تفكروا زي ما العدو بيفكر، وتحاولوا تحموا نفسكم على قد ما تقدروا، والتمرين اللي جاي هتتمرنوا برصاص مزيف والهدف انكم تحموا نفسكم. وبنشوف ايف وتاتيانا بيشاركوا في التمرين سوا كفريق لكنهم في النهاية بيخسروا، ايف كانت معظم الوقت بتخسر في تمرين الفنون القتالية وبتبرر خسائرها بان المنافسين اقوياء، ونوجي بتقول لها القوة مش هي اللي بتحدد المكسب او الخسارة، انت دايما هتخسري علشان بتسيب المنافس يحدد شروط المباراة، ولو عايزة تكسبي غيري الشروط ولازم تكسبي حتى لو هتغشي، وشوفي ايه المميز فيكي واستخدميه. وايف لما بدأت تسمع كلام نوجي بدأت تتحسن في تمارين ضرب النار وتمارين الفنون القتالية، وده اداها ثقة وخلاها تتحسن في تمارين الباليه، بس في يوم مش بتلاقي تاتيانا موجودة فبتتضايق جدا وبتسأل المديرة عن تاتيانا، فالمديرة قالت لها تاتيانا ما كانش عندها المواصفات المناسبة علشان تكمل في المنظمة بتاعتنا، وما كانتش عندها غريزة القتل اللي عندك لان انت طفولتك اتسرقت منك
جسمك فالألم بيحفزك وبيحركك، اما تاتيانا فجواها حزن مش ألم، وفي فرق كبير ما بين الاتنين. وانا شايفة ان جه الوقت انك تنزلي في مهمات حقيقية، بس في اختبار اخير لازم تعمليه، وانك تقتلي عضو من اعضاء المنظمة. وبتاخدها الأوضة وفي سلاحين على الترابيزة، وبتخش العضوة اللي المفروض تقتلها، والعضوة بتقعد قصادها، واللي هيقدر يحط الرصاص في خزنة المسدس ويصوب على التاني هو اللي هيكسب وهيعيش. والعضوة بتحاول تعمل ده بسرعة، بس ايف كانت اسرع منها وقدرت تقتلها. وفي يوم الطلاب بيتفاجئوا ان جون ويك جه لمقر المنظمة، وايف بتتسلل وبتشوفه قاعد مع المديرة، وبتستناه يخلص المقابلة بتاعته، وبتروح تتكلم معاه وبتقول له هي فرحانة، انت جون ويك المشهور اللي الكل بيتكلم عنك، انا ازاي هبقى زيك؟ فبيقول لها انت فعلا بدأت تكوني زيي، بس لسه قدامك فرصة تخرجي من العالم ده. فهي بتسأله وبتقول له انت ليه ما خرجتش جون؟ فقال لها انا بحاول اخرجه. وبعدها نوجي بتسلم ايف اول مهمة حقيقية ليها، وانها تحمي واحدة اسمها كاتلا، وابوها اللي اسمه بارك خايف ان المنافس بتاعه يخطف بنته كاتلا، ومهمتك انك تحمي كاتلا، وهيبقى معاك المسدس ده بس الطلقات اللي فيه مزيفة. وايف بتتصدم لان كده المهمة بقت اصعب، علشان مش هتستخدم رصاص حقيقي، بس بتتشجع وبتروح للبار اللي موجودة فيه كاتلا، وبتشوف المنافس بتاع ابوها اللي اسمه سونج ورجالته، وكانوا متجهين ناحية كاتلا علشان يخطفوها، بس ايف بتقف في طريقهم قبل ما كانوا يمشوا، وبيبان عليها التوتر لان المرة دي دخلت في الجد. وبيبدأ القتال ما بينها وما بين رجالة سونج، وهي بتضرب عليهم نار من مسدسها المزيف، وطبعا هما مش بيموتوا، بتعافر في القضاء عليهم، وبتستخدم اي شيء في المكان كسلاح. وبالرغم ان ده اول قتال حقيقي تخشه، بس هي اصبحت ماهرة في الفنون القتالية، وبتتفوق عليهم وبتحاول تلحق كاتلا من الاختطاف، وبتطلع تجري وبتوقف سونج، وسونج ضربها وطيرها وطلع انه مقاتل قوي. وايف بتاخد مطرات التلج عشان تعرف تواجهه، بس برضه بتتضرب بقوة، وهي بتقدر تركز وبتضربه في مكان حساس، وبتطعنه كذا طعنة بالمطرقة لحد ما بتقتله. وبكده تبقى انقذت كاتلا وانهت مهمتها بنجاح. وبعد شهرين بنشوفها بعد ما انهت مهمة جديدة، وقتلت رجالة مسلحة في الحمام الرجالي، وبيجي لها حوالة بالفلوس علشان انهت المهمة بنجاح. واثناء وهي خارجة من المكان بنشوف كمية الضحايا اللي هي قتلتهم، واللي كانوا اكتر من 30 شخص مسلح. وبتركب عربيتها وكانت ماشية، بس فجأة بيخبطها عربية وكان جواها راجلين عايزين يقتلوها، بس ايف بتقتل السواق وبتتعامل مع التاني وبتضربه ضربات مميتة وبتكسر دراعه وبتقتله. بتاخد بالها ان ايده عليها شعار حرف اكس، وبتفتكر ان الرجاله اللي قتل ابوها كان على ايديهم نفس الشعار، فبتقرر تقطع ايده وبتروح بيها للمديره، وبتحكي لها ان الرجاله اللي قتل ابوها كان على ايدهم نفس الشعار، فانا عايز اعرف مين العصابه دي. فبتقول لها العصابه دي اسمها عصابه كلت، واحنا مش بنتدخل في شغلهم ولا هم بيتدخلوا في شغلنا، علشان عملنا مع بعض معاهده سلام. ونصيحه مني، انت مش هتعرفي توصلي لهم، والبحث عنهم مش هيجيب لك غير الفوضى، وبامرك ما تبحثيش عنهم. وايف بتقول لها اوامرك كمديره، بس مع ذلك هي مش بتاع اوامرها، وبتروح لفندق الكونتيننتال بتاع ونيتسون، وبتقابل موظف الاستقبال شيرون، وبتطلب تقابل ونيتسون، وفعلا بتقابله. بتقول له انا بدور على العصابه اللي قتلوا ابويا. ونيتسون قال لها انا بقترح عليك بلاش تدوري عليهم. قالت له انا فاهمه انت ليه متردد، علشان في معاهده سلام ما بين المنظمتين. فبيقول لها وهل انت مستعده تعصي اوامر المديره وتطردي بره منظمه روكسا روما؟ وهي بتفضل مصره، وبتديله العمله الذهبيه اللي هو اداها لها وهي صغيره، والعمله دي اللي هي وسيله الدفع ما بين المجرمين والقتله، وبتمثل رمز الثقه والولاء. فهو بيقرر يساعدها، وبيقول لها في شخص اسمه باين من العصابه اللي انت بتدوري عليها مقيم في الفندق وموجود في الفرع بتاعنا في مدينه براغ. وبيتصل بخدمه العملاء عشان يعرف رقم اوضه باين، وخدمه العملاء بتقول له على رقم الاوضه، وبتعرفه ان باين عليه مكافاه للي هيقتله ب 2 مليون دولار. وينتسون بيطبع ورقه فيها صوره باين وبياناته ومواصفاته بالكامل. وايف بتسافر وبتوصل لفندق الكونتيننتال في مدينه براغ. وفي نفس الوقت كان في قاتله اسمها لينا وزمايلها في الفندق، ودول كانوا من عصابه كلت وعاوزين يقتلوا باين علشان ياخدوا المكافاه. والقاتل اللي على السطح بيشوف ايف وهي بتتسلل لاوضه باين، وايف بتعرف ان باين بيستحمى وحاطط فخ على الباب. وبتقابل بنت باين اللي اسمها إلا، وايف بتخبي المسدس وراها علشان مش عايزه تاذي البنت. وبيدور ما بينهم كلام لحد ما باين خرج ورفع عليها سلاحه وبيسالها انت مين وعايزه ايه. فبتقول له انا عايزه اوصل لعصابه كلت علشان قتل ابويا وانا صغيره. فباين قال لها انت وديتي نفسك في مشكله كبيره. والقاتل اللي على السطح شاف ان ايف ما قتلتش باين، فبيبلغ زمايله عشان يروحوا يقتلوه بنفسهم. وفعلا بيتحركوا على اوضه باين علشان يقتلوه. وباين بيعرف ان في قتله جايين يقتلوه، وبيقول لي ايف ان عصابه كلت بعتوا عصابه عشان يقتلوني علشان انا مش عايز اسلم بنتي للعصابه بتاعتهم. فايف بتتعاطف معاه لان إلا بتفكرها بنفسها وهي صغيره. وواحد من القتله بيموت من الفخ بتاع باين وهو بيقتحم الاوضه، والقتله بيخشوا وبيحاولوا يقتلوا باين، بس ايف بتتعاون مع باين وبتقتلهم. وباين خد بنته وخرج، وايف بتخش في قتال شرس مع القاتله دي، وبتاخد الريموت من الارض
برضه بتضربها بيه وبتفقدها الوعي. وفي نفس الوقت القتلة التانيين بيطاردوا باين، بس باين بيعرف يستخبى منهم وبيقتلهم، وإيف بتنضم ليه وبيركبوا الاسانسير سوا، وباين بيطلب منها المساعدة علشان يخرجوا بنته من هنا، وفي المقابل هقولك على مكان عصابة كلت. وإيف بيصعب عليها البنت وبتوافق تساعده وبتاخدها وبيخرجوا من الفندق، وباين بيضرب نار في الهواء علشان الناس البريئة تمشي بعيد ويقدر يحدد رجالة العصابة، لكنه للأسف بيتضرب عليه نار وبيموت. ولينا بتيجي من ورا وبتفقد ليه في الوعي وبيخطفوا إلا، وبيسيبوا إيف عايشة. ولينا بتتصل بالمستشار وبتحكي له اللي حصل، وبتقول له إنه كان في بنت بتدافع عن باين وإلا، وأنا لسه معرفش هي مين، وسلمتها لأمن فندق الكونتيننتال. وبنشوف أمن الفندق رافعين الأسلحة عليها وعلى 2 قتلة تانيين، لأن ممنوع القتل في فندق الكونتيننتال. وإيف بتقول لهم القتلة دول هم اللي بدأوا قتال معانا وأنا ما قتلتش حد. وأمن الفندق بيقتلوا الاتنين القتلة المأجورين وبيسيبوا إيف عايشة، لأنهم اتأكدوا إنها ما قتلتش حد ومش هي اللي بدأت. وبعدها بتروح لمحل أسلحة وبتدي لصاحب المحل فرانك عملة ذهبية، وبتوري له شعار إكس بتاع عصابة كالتو، وبتسأله لو يعرف مكانهم. وفرانك كان بالفعل عارف مكانهم بس رفض يقول لها علشان ما يدخلش نفسه في مشاكل. وهي بتتفهم كلامه، وفرانك بياخدها الأوضة اللي فيها أفضل الأسلحة اللي عنده وبيفرجها على الأسلحة، لكن فجأة بتضرب عليهم نار من عصابة كالت. وفرانك كان بيحاول يدافع عن محله بس في طلقة بتجيله في إيده. وإيف بتحبسهم في الأوضة وبتخش المخزن وبتاخد قنابل كتير، وبتشوفهم بيقربوا منها فبترمي عليهم علبة مليانة قنابل وبيموتوا، بس كان لسه عددهم مخلصش، وبترمي قنبلة على القاتل ده لكنه ما بيموتش. وبتخش تشتبك معاه وبتطعنه كذا طعنة بالسكينة، وبتحط قنبلة في بقه وبتسيبه يموت. وبعدها بتشتبك مع قاتل تاني وهو برضه بيموت بقنبلة بطريقة بشعة، وبكده كلهم ماتوا. وفرانك بيتعصب لما بيعرف انهم من عصابة كالتو، وبيقرر يساعد إيف وبيقول لها على مكانهم، وبيقول لها مكان العصابة مش معروف بالظبط لأن كل واحد راح يدور عليهم مش بيرجع أبدا، بس المتوقع انهم عايشين في الجبل في مدينة هالستاد في النمسا. وإيف بتشكره وبتطلب تاخد عربيته وهو بيوافق. وإيف بتتجه على مدينة هالستاد وبعدها بتوصل لهناك، والمديرة بتتصل بيها وبتأمرها تتراجع عن اللي بتعمله، وبتقول لها انت كده بتدمري عيلتنا بسبب أنانيتك. بس إيف بتقفل في وشها السكة، وإيف ما كانتش مرتاحة لأهل المدينة دي. وبعدها بتخش المطعم وفي شخص بيوصل للمكان وبيقف قدام إيفا وبيحاول يقتلها بسرعة بمسدسه، لكنها حست بالخطر وخدت حذرها، وبيتبادلوا هما الاتنين ضرب النار، وبعدين بيتقاتلوا بالإيد لما رصاصهم خلص. وإيف بتنط عليه وبتضربه على دماغه، وبعدين بتفقع عينه والاتنين بيدمروا المكان. وفي النهاية إيف قدرت تقتله، وفجأة الطباخة بتهجم على إيف وبتحاول تقتلها بالسكينة، وبتطلع انها مقاتلة قوية، والاتنين بيكسروا على بعض الأطباق لحد ما المسدس اتكشف وبيحاولوا ياخدوه، بس إيف عرفت تحبسها في التلاجة. وبيطلع ان كل أهل المدينة أعضاء في عصابة كلت، وبيخشوا المطعم علشان يقتلوا إيف، وهي بتحضر سلاحها وبتبدأ تهجم عليهم، وبتقدر انها تقتلهم بكل مهارة، لكن بتاخد طعنة في ظهرها بس ده مش بيأثر عليها، وبتستمر في عملية قتلهم وبتخرج من المطعم. وكان في شخص بيراقب كل تحركاتها وبيبلغ المستشار ان الداخلة لسه ما ماتتش، فالمستشار بيدي أوامر بالهجوم الكامل عليها. وصفارات الإنذار بتشتغل في المدينة، وعدد كبير من القتلة بيجهزوا عشان معركتهم مع إيف. وإيف لأنها متدربة كويس بتقدر تقتل عدد كبير منهم على طريقة جون ويك وهي بتحاول تستخبى منهم، بس رجالة العصابة كانوا موجودين في كل مكان، وفي 2 بيتحدوا عليها وبيوقعوها، ورجالة العصابة بيحطوها من كل اتجاه وبتوصل لينا، وبتشوف شعار روكسا روما على ظهرها فبتفقدها الوعي. وبتروح للمستشار وبتقول له انها من عصابة روكسا روما، فالمستشار بيروح يقابلها وبيقول لها المفروض ان احنا عاملين معاهدة سلام مع روكسا روما. فإيف قالت له روكسا روما ما عندهاش علاقة باللي بيحصل، فالمستشار كان عنده فضول يعرف ايه اللي جاب إيف هنا، وبيقول لها لو انت جايه علشان إلا فاحب اقول لك ان إلا تبقى حفيدتي وباين ابني وكان بيحاول يخرجها من العصابة بتاعتنا. وإيف بتتصدم ان المستشار كان حاطط مكافأة للي يقتل ابنه، والمستشار كان معجب جدا بمهارة إيف في القتال، وبيقول لها الناس اللي شبهك بيعيشوا في المدينة دي مع عائلاتهم، وانا بعرض عليك تعيشي معانا كأنك واحدة من عيلتنا. فهي بتقول له انا كان عندي عيلة وانا صغيرة بس رجالتك قتل ابويا وكانوا عايزين ياخدوني عشان انضم ليك. وهنا المستشار بيفتكرها وبتصدم وبيروح للينا وبيقول لها ان إيف تبقى اختك. وبعدها بيسمعوا صوت ضرب نار وبيطلع ان إيف قتلت رجالة المستشار وطلعت تجري من المكان، بس لينا بتطاردها وبتخش وراها البيت ده. وإيف قدرت تاخد منها المسدس ورفعته عليها، ولينا بتقول لها انا كنت معتقدة انك ميتة، وبتعرفها انهم اخوات. وإيف كانت في قمة الصدمة، وبنعرف ان لينا كانت بتكره ليف لان خفير قرر ياخد لينا لعصابة كلت، لكن مرضاش ياخد إيف للعصابة. وبتقول لها ان خفير كان مفكر انه يقدر يربيك بعيد عن المنظمات الاجرامية، بس طلع ان جيناتك فيها الاجرام ونية القتل، واحنا الاتنين بقينا شبه بعض في الاخر. وإيف بتقول لها بس عصابة كلت قتل ابونا، فلينا بتقول لها لان ابونا خان العصابة وكان السبب في قتل امنا، والمستشار يومها كان بيحاول ينقذك ويدخلك للعصابة. بس إيف بترفض الكلام ده وبتقول لها ابويا كان عايز نعيش حياة طبيعية، بس لين قالت لها وفي الاخر انت دخلتي لمنظمة روكسا روما. فإيف قالت لها لا انا اللي اخترت انضم ليهم، لان في روكسا روما كل واحد بيكون له حرية الاختيار، على العكس منظمة كلت
الرجالة اللي بتخطفوا الاطفال علشان تكبروهم يكونوا قتلة. فلين قالت لها انا شايفة ان القدر خلاكي برضو قاتلة في الاخر. وفي نفس الوقت المستشار بيدي اوامر لرجالته انهم يقتلوا لينا وايف، ورجالة المستشار رموا قنابل في البيت، بس ايف كانت لسه عايشة. اما لينا فكانت بتموت، ولينا في انفاسها الاخيرة بتقول لها قالوا لي وانا صغيرة انك متي وانت كنت وحشاني قوي، وبعدها بتموت. ورجالة العصابة كانوا داخلين البيت، وايف خدت سيف وهجمت عليهم بكل شراسة، وخرجت الغضب اللي جواها عليهم وقتلتهم كلهم. وبتكلم المستشارة على جهاز اللاسلكي وبتقول له دورك قرب، وهو بيروح يكلم المديرة وبيقول لها في عضو من عندك خالف معاهدة السلام. فالمديرة قالت له انا ما بعتش ايف واحنا مش عاوزين نخش في حرب. فالمستشار قال لها سواء كنت بعتيها او لا، بس روكسا روما هي اللي هتتحمل العواقب، وكل رجالتك وطلابك هيموتوا لو ما وقفتيش ايف عند حدها. فبتقول له هي اصلا شغالة لوحدها ومش عارفة اوقفها، بس في شخص ممكن ابعته عشان يوقفها. فالمستشار بيقول لها انا هديكي مهلة لحد نص الليل وتكون ايف ماتت، ولو ما ماتتش اذا فهي الحرب. وفي نفس الوقت ايف بتكوي الجرح اللي عندها بالنار، ونوجي بتحاول تقنع المديرة ان ايف واحدة مننا، بس المديرة مش بتوافق على كلامها. وبعدها بيوصل للنمسا الشخص اللي المديرة بعتته علشان يقتل ايف، وهو جون ويك. والمستشار لما بيشوفه بيفرح وبيظن ان ايف خلاص هتموت، وبيتكلم في المايك وبيوجه كلامه لسكان المدينة وبيقول لهم ما تتدخلوش في المعركة اللي هتحصل وسيبوا الذئب للفريسة بتاعته. وايف بعد ما جمعت الاسلحة بتاعتها بتقابل جون قدامها، وجون في البداية بيحاول يقنعها تمشي من المدينة، وهي بالطبع بترفض وبتضرب عليه نار. وهو صد بالبدلة وكان يقدر يقتلها بس بيتراجع، وبيقرروا يخشوا في قتال بالايد. وجون كان مقطعها ضرب، وهو كمان يقدر يقتلها للمرة التانية، وبيأمرها تمشي من المدينة وبيسيبها وكان ماشي. بس هي بتهجم عليه تاني، وجون كان متفوق عليها بالطول وبالعرض، وهو كان يقدر يقتلها للمرة التالتة، وبيقول لها انا عايزك تمشي. بس قالت له المستشار قتل ابويا وسيبني انهي مهمتي وهمشي. فجون بيطلب منها تخلص المهمة دي قبل منتصف الليل، وهي بتوافق وبتتحرك وبتتسلل لبيت المستشار، وبتبدأ في عملية القتل. والمستشار بيعرف باللي حصل، فبيأمر كل رجالة المدينة بالتصرف معاها، وهي بتخش المستودع وبتستناهم يجوا لحد عندها، وبتقتل عدد كبير منهم بمنتهى المهارة، ومفيش حد بيعرف يوقفها. وبتخش مخزن الأسلحة وبتاخد أسلحة قوية، ورجالة العصابة بيخشوا المخزن لكنها سابت قنابل وبتنفجر فيهم، وفريق تاني بيخش وراها النفق لكنها بتقابلهم بقاذف اللهب وبتولع فيهم كلهم. والمساعد بتاع المستشار ديكسي بيطلع قاذف اللهب بتاعه وبيروح يواجهها بيه، والاتنين بيحاولوا يقتلوا بعض بقاذف اللهب. وبعدها بيستخبوا من بعض، وفي رجاله تانية بتدخل بس ايف بتشويهم وبتموتهم، وديكسي بيخش يشتبك معاها وبيوقعوا الاسلحه من ايدهم، وبيخشوا في قتال سوا. وايف بتوصل للسلاح بتاعها وبتجري منه وبتخرج للشارع وبتولع في الرجاله اللي قدامها. في الوقت ده رجاله المستشار بينصحوه يتنقل من هنا علشان ما يموتش، بس هو بيرفض علشان عمر ما في قائد لعصابه كالت ساب كرسي وهرب، وبيأمرهم ياخدوا الا ويمشوا. وايف بتلاقي قاذف اللهب بتاعها خلص، وبتلاقي نفسها انها في مرمى ديكسي وهي بتجري منه، وبتستخبى وبتلاقي خرطوم ميه وبتطلعه وبتفتح الخرطوم وبتصد بيه قاذف النار. والاتنين بيقربوا من بعض، وايف بتخمد النار بتاعته، بس في النهايه هي كانت خلاص هتموت. بس جون ضرب نار على قاذف اللهب، هو ولع فيه ومات، وبتعرف ان جون ويك هو اللي انقذها. وفي رجاله مسلحه بتتجه على جون ويك، بس دول مش بياخدوا غلوه في ايده وبيقتلهم كلهم وكانه في حصه تدريب، وبيخلص عليهم بالكامل. وايف بتشوف العربيه اللي فيها الا وبتضرب نار على كاوتشات العربيه وبتوقفها، وبتقتل السواق وبترفع السلاح على المستشار، وهو بيقول لها قتلك ليه مش هيغير حاجه، وبيحاول يأثر عليها بس هي بتقتله من غير ما بتتكلم كتير. وبعدها بتاخد الا وبتمشي، وجون بيتصل بالمديره وبيقول لها ان المستشار مات وكل شيء انتهى، وبيطلع ان باين في المستشفى ولسه عايش، والا بتيجي تطمن عليه. ووينتسون بيحذر ايف ان المديره هتدور عليها، فخليكي مستخبيه منها علشان هي هتعوز تنتقم منك. والمديره بتحط مكافاه 5 مليون دولار اللي هيقتل ايف. وايف بتعرف بالكلام ده وشافت رجاله في المسرح بيعرفوا بقيمه المكافاه، فبتمشي بسرعه من المكان. وكده خلص الفيلم. لايك للفيلم واشتراك في القناه عشان نخش على الفيلم اللي وراه. سلام عليكم.